بديل التكميم ومنتج التنحيف الأول في العالم، حاصل على براءة اختراع ويدخل 66 دولة. يساعد على خفض نسبة السكري بالدم، مقاومة الأنسولين، وللناس اللي عندها خمول بالغدة الدرقية، ضغط، سكري، كوليسترول، عندكم تكيس مبايض، حتى تساقط شعر أو تغير هواية بالهرمونات مالتكم، ما إلكم إلا فيل جريت. يساعدكم على خسارة الوزن بطريقة جدا طبيعية، مكون من ألياف ومعادن وفيتامينات، وأهمها الفيتامين A، السي، الإي، البي 12، البي 6، الكالسيوم، الزنك، البايتين، وشغلات هواية تخليكم تخسرون وزن بدون أي مضاعفات. تقدرون تستخدمون المنتج إذا كان عمركم 12 سنة وما فوق، ولا ينصح باستخدامه فقط للناس اللي عندها أمراض قلبية بعيد عنكم، فشل كلوي، وللحوامل. حتى المرضعات يقدرون يستخدموه إذا كان طفلها ياكل وما يعتمد على حليبها فقط. كل ما عليكم هو استخدام هذا المنتج مع الصيام المتقطع لمدة 3 أشهر لتحصلون على أفضل النتائج، وبحال استخدمتوه ل3 أشهر ولا سمح الله ما حصلتوا على أي نتائج، أكو ضمان الاسترجاع. للحصول على هذا المنتج كل ما عليكم التواصل معي على الخاص، وكتبوا لي بأي دولة أنتوا عايشين لحتى توصلكم الروابط الخاصة بي مع 20% خصم لمتابعيني الحلوين. مع Feel Great we all feel great. جريت. الأسبوع الماضي أبو الياس خسر 2.2 كيلو. قبل 4 أيام كان وزنه 157 باوند فاصلة 7. تعالوا نشوف هسه. الله عليك، 155 باوند فاصلة 5. قديش كان وزنك؟ 162. 162. يلا اطلع يا رب. 157. جاهز يا حب؟ يس. يلا يلا نشوف الإنجازات الحلوة مع فيل جريت. الله أكبر، 153. واو. شلون راح تاخذون برنامج فيل جريت لحتى يكون عندكم healthier lifestyle، أي يعني حياة صحية أفضل؟ أول شيء راح تقعدون الصبح راح تشربون اليونيميت اللي هو غني بالمعادن والألياف والفيتامينات، اثنيناتهم يكملون بعض ولازم تشربوهم يوميا. مرة واحدة صباحا راح تقعدون على الريق تشربون اليونيميت، بعدها ما تاكلون أي شيء. هو راح يساعدكم إنه ينطيكم طاقة ونشاط، بنفس الوقت دا يساعد جسمكم إنه يظل دا يسوي عملية الحرق للدهون المتراكمة. بعدين ورا ساعات، يعني الساعة 12 أو الساعة 1 راح تاكلون الغداء مالتكم. قبل الغداء بربع ساعة راح تاخذون البالانس وتشربوه. طبعا لا تنتظرون أكثر من ربع ساعة إلى 20 دقيقة قبل ما تاكلون غداكم، وهذا يفضل إنه تخلطوه مع 300 ملي من المي، واليونيميت مع 400 ملي من المي. تقدرون تكثرون أو تقللون مثل ما تحبون. بعدين ورا وجبة الغداء مالتكم ما تاكلون أي شيء، بس سوائل. تقدرون تشربون شاي، قهوة، بس بدون أي سكريات وأي مبيضات وأي حليب. بعدين راح يجي وقت العشاء مالتكم اللي يفضل يكون لو الساعة 6 لو الساعة 7، ونفس الشيء راح ترجعون تاخذون البالانس قبل العشاء بربع ساعة، وبعد العشاء مالتكم ماكو أي أكل لثاني يوم. هنا عندنا 30 وحدة، أي تكفي إلى شهر واحد، وبما أنه إحنا ناخذ البالانس مرتين باليوم فهذا ب60 وحدة. هواية ناس يسألوني أني ما أتعشى، يعني أني ما أخذ هذا قبل العشاء أو ثاني مرة؟ لا، حتى لو أنتم ما تتعشون راح تاخذوا هذا بوقت العشاء. تمام؟ مرة واحدة يونيميت ومرتين بالانس باليوم. شلون راح نستخدم برنامج فيل جريت لحتى يكون عندنا حياة صحية أفضل بوقت رمضان؟ أولا إحنا قبل ما ناكل الإفطار بربع ساعة راح نشرب البالانس، بعدين ناكل الإفطار مالتنا ووراها ماكو أي أكل. راح نعيد العملية، نرجع ناخذ البالانس مرة ثانية قبل السحور بربع ساعة. حتى لو كنتوا من الناس اللي ما تتسحرون لازم تاخذون البالانس مرتين باليوم، مرة قبل الإفطار بربع ساعة ومرة قبل السحور بربع ساعة. بين هذول الوجبتين ماكو أي أكل أبدا، فقط سوائل. بالنسبة لليونيميت راح يكون له طريقتين للاستخدام بوقت رمضان. للناس اللي تظلها صاحية بعد السحور، عندها أشغال أو هي تظلها صاحية، اشربوا اليونيميت بعد ما تخلصون وجبة السحور مالتكم. أما
الناس يلي تحب تنام بعد ما تتسحر راح تشربون اليونيميت بين وجبة الإفطار ووجبة السحور. أحبكم وأتمنى لكم حياة صحية أفضل.